عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب 3 ومشى 4 وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2 فطاف بين الصفا والمروة 7. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى 2 ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: حدثني علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليوري المشركين قوته. زاد الحميدي: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو سمعت عطاء عن ابن عباس مثله. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. كتاب الحج باب تقضي الحائض إلى آخره. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: وقال لي خليفة: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا حبيب بن المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الحدي. فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله تعالى عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت. قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مؤمل بن هشام قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خليف أو قصر بني خلف
فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت: كنا نداوي الكلم ونقوم المرضى، فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هل على إحدانا بأس لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قالت: تلبسها صاحبتها من جلبابها وتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت أم عطية رضي الله تعالى عنها سألناها، أو قالت سألناها فقالت، وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي. فقلنا: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي. فقال: لتخرج العواتق ذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور، لتخرج العواتق ذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور والحيض، فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، ويعتزل الحيض المصلى. فقلت: الحائض؟ فقالت: أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا. هذا حديث مطول عن أم عطية. قال: باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج إلى منى. وسئل عطاء عن المجاور ليلبي بالحج، قال: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية، وجعلنا مكة بين ظهر، وجعلنا مكة بظهر، لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. باب أين يصلي الظهر يوم التروية. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رافع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. قال: حدثنا علي سمع أبا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز لقيت أنسا حدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال: خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنس رضي الله تعالى عنه ذاهبا على حمار، فقلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال: انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. باب الصلاة بمنى. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط، وآمنه بمنى ركعتين. قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط، وآمنه بمنى ركعتين. قال: حدثنا قبيصة عن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين
مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله تعالى عنه ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فيا ليت حظي من 4 ركعات متقبلات. الحديث مرة أخرى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله تعالى عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله تعالى عنه ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فيا ليت حظي من 4 ركعات متقبلات. باب صوم يوم عرفة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال: سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. قال: باب التهجير بالرواح يوم عرفة. قال: باب التهجير بالرواح يوم عرفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصح عند سرادق الحجاج أو عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. باب الوقوف على الدابة بعرفة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس أن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. قال: باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله تعالى عنهما سأل عبد الله رضي الله تعالى عنه: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد سنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟ باب قصر الخطبة بعرفة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت، فصح عند فسطاطه: أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر: الرواح. فقال: الآن؟ قال: نعم. قال: انظرني أفيض على ماء. قال: أنظرني أفيض علي ماء. فنزل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حتى خرج فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر: صدق.
باب التعجيل إلى الموقف. باب الوقوف بعرفة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جلال بن المطعم عن أبيه كنت أطلب بعيرا لي وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن عمر سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه ها هنا. الحديث مرة أخرى. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه كنت أطلب بعيرا لي وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه ها هنا. طبعا هذا كان قبل حجة الوداع، كان هذا قبل حجة الوداع. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص والحمص قريش وما ولدت وكانت الحمص يحتسبون على الناس يعطي الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة الثياب تطوف فيها فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. باب السير إذا دفع من عرفة. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شهاب بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. قال هشام والنص فوق العنق. الحديث مرة أخرى. قال سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. قال هشام والنص فوق العنق. فجوة متسع والجميع فجوات وفجاء وفجاء وكذلك ركوة وركاء مناص ليس حين فرار. قال باب النزول بين عرفة وجمع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن يزيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال الصلاة أمامك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع. فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن يزيد رضي الله تعالى عنه أنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا
فقلت الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصعود أو بالصوت. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرنا سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي مولى والبة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإضاع. أوضعوا أي أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم، وفجرنا خلالهما أي بينهما. قال: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما. باب من جمع بينهما ولم يتطوع. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال أخبرني عدي بن أبي ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الحطمي أو الخطمي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة، هكذا جاء بألف واللام. قال: باب من أذن وأقام لكل واحد منهما. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: حج عبد الله رضي الله تعالى عنه، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أرى فأذن وأقام. قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير. ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما. قال: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة يدعون ويقدم إذا غاب القمر ويقدم إذا غاب القمر. الباب مرة أخرى: باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
ويقدم إذا غاب القمر. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن يزيد عن أيوب عن عكرمة بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن يزيد سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثني مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا، فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها يا هنتاه ما أرانا أو ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. أذن للضعن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا يدفعه ثم دفعنا بدفعه فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت استأذنت كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. الحديث مرة أخرى. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. نعم. قال باب متى يصلي الفجر بجمع. قال حدثنا عمر بن حفص عن بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها يعني في أول وقتها. كان عادة النبي عليه السلام ينتظر قليلا حتى يصلح شيء من السفر يعني. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق
عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله تعالى عنه إلى مكة ثم قدمنا تجمعا فصلى صلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر والعشاء بينهما والعشاء بينهما ثم الفجر حتى طلع الفجر حين طلع الفجر ما صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلم يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر حتى الساعة ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. باب متى يدفع من جمع. قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله تعالى عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير. قال حدثنا أبو عاصم بن الضحاك بن مخلد قال خبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جريج قال حدثني أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال باب في من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فلم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال حدثنا إسحاق بن مسعود وأخبرنا النضر وقال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم قال وكان ناسا كرهوا فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنه فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قال باب ركوب البدن. قال باب ركوب البدن لقوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون. وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال مجاهد سميت البدن لبدنها والقانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من غنى أو فقير
وشعائر استعظام البدن واستحسانها، والعتيق عتقه من الجبابرة، ويقال وجبت سقطت إلى الأرض، ومنه وجبت الشمس. قال حدثنا عبد الله بن يونس قال أخبرنا مالك عن ابن زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويلك، في الثالثة أو في الثانية. الحديث مرة أخرى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويلك، في الثالثة أو في الثانية. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ثلاثا. باب من ساق البدن معه. قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا ليث قال عن عقيل قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فسقى معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف ومشى 4، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم عليه منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في متعته بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من اشترى الهدي من الطريق. قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لأبيه أقم فإني لا آمنها أن تصد عن البيت، أقم فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت، فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت. قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفس العمرة، فأهل بالعمرة قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا. قال باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله تعالى وإذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا المعمر عن الزهري
عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبة من المدينة ففي بضع 10 من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له. قال باب فتل القلائد للبدن والبقر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنهم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل، ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. باب إشعار البدن. وقال عروة عن المسلم رضي الله تعالى عنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. باب من قلد القلائد بيده. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. باب تقليد الغنم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أهدي النبي صلى الله عليه وسلم أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. طبعا هذه الحديث يظهر بعضها أنها متعارضة وليس هناك تعارض، وقد شرحها ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وجمع بينهما. عائشة تتحدث عن ما رأت وسمعت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه حتى نحر هديه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. ربما هذا أيضا قبل أن يحرم عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يقلد حلاله صلى الله عليه وسلم هو حلال فيرسلها إلى مكة ثم بعد ذلك يحرم، فإذا أحرم لا يحل له عليه الصلاة والسلام حتى يرمي جمرة العقبة ويطوف البيت ويتحلل تحللا كاملا وينحر هديه.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أفتل قلائد الغنم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم. رأيتم؟ قبل أن يحرم. باب القلائد من العهن، وهنا سنقف إن شاء الله في باب القلائد من العهن، ونكمل إن شاء الله قراءة صحيح البخاري من كتاب الحج حتى ننتهي منه إن شاء الله في الأسبوع القادم. يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. السلام عليكم. على نهج الرسول لنا مسير، وعند الله للساعي مصير. شغلنا عن طريقك يا حبيب.